كم صنما تعبد وأنت لا تسجد؟ اليوم رح نحكي عن أنواع جديدة من الأصنام أغلبنا مو منتبه لها. فمؤخرا كان شكل عبادة الأصنام هو عبادة التراث والأفكار والعادات والتقاليد. اليوم في شكل جديد أغلبنا مو منتبه له. فالترند اليوم صار صنم، الخوف من المستقبل صار صنم، الفقر صار صنم، الخوف من آراء الناس صار صنم، علاقاتنا صارت صنم. فكل شيء بيقيدنا وبيحطنا بقالب مضطرين نحن نخدمه بطاقتنا وأفكارنا ونستمد منه إيماننا وإحساننا وحريتنا، هو صنم. اقتباسنا اليوم بيقول بأنه كل ما تتخذه إلها دون الله يستعبدك، جلال الدين الرومي. بالفعل كل الأصنام اللي ذكرتها صارت ما عم تقدم لنا شيء، بالعكس صارت عم ترهن حياتنا وطاقتنا وسلامنا وأماننا اللي بيطلع معه وبينزل معه وبيتحرك كيف ما تحركت. نحن وين من كل هذا؟ الوعي بالمشكلة أول خطوة لحلها والتحرر منها.